يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. انا عايزه اهرب النهارده من العيال وادخل كده البلكونه مع نفسي، ومش عايزه اعمل حاجه. انا خدت بس البطاطا، حاجه بسيطه تتعمل. ممكن اخد ذره، فشار، ممكن اخد فاكهه. المهم ما اعملش حاجه ادخل بيها المطبخ خالص، مش عايزه حاجه فيها مكونات. امال يبقى انا كده هربانه ازاي من العيال؟ بس انتوا فاكرين ان انا هربت فعلا ودخلت البلكونه من غيرهم؟ ما حصلش. امال انا عامله كل ده لمين؟ اخدتهم معايا وقعدنا واتكلمنا ودردشنا، وكمان اكلنا الحاجه الحلوه، وكل واحد نفسه في حاجه قعدنا اتكلمنا فيها وقلناها. امال انا عامله كل ده لمين؟ هو معقول اقدر اكل من غيرهم؟ بس اهو بدل الخروج قلت لهم يلا نقعد مع بعض، ومش لازم نخرج النهارده. هو احنا اصلا ما بنخرجش، بس هما مخدوش بالهم. وقعدنا وقلنا بقى ولا حر ولا مواصلات، هي بس اللقمة ونتجمع. انا عارفة ان العيال برضو نفسهم يخرجوا، بس اوعدكم في يوم برضو هاخد نفس البطاطا دي ونخرج. هو انا يعني هشتري حاجة من بره؟ ولا اقول لكم انا ممكن اشتري لهم ذرة ولا ايس كريم. المهم مش هنجيب حاجة مكلفة، ولا حتى هنجيب حاجة نعملها بايدينا. كله كده حاجات على السريع ويتبسطوا، وهم اصلا عايزين يخرجوا يشموا شوية هوا. نروح فين بقى؟ مش عارفين لسه. بس المهم النهاردة قضينا في البلكونة وجمعنا بعض وسيبنا الموبايلات ونسيناها خالص. وكمان قلت لهم حتى ما تشحنوهاش عشان لما ندخل ما تمسكهاش برضه. بس هم مسمعوش كلامي طبعا، هما جيروا على الموبايلات بعديها. المرة اللي جاي بقى هخرجهم خروجة حلوة، واحتمال كمان اعزمهم على حاجة بره. انا بس عايزاهم، بس اهم حاجة يتعلموها ان هما يقضوا برضو يوم حلو في البيت. مش كل حاجة بره، ولا كل حاجة خروج، ولا كل حاجة مصاريف. احنا مش بخل عليهم، بس هما لازم يتعلموا ان كل حاجة ليها وقتها وليها ظروفها. وعلى فكرة مش لازم تجمعيهم قدام البطاطا كده ولا في البلكونة. جمعيهم قدام التلفزيون، جمعيهم على الكنبة، جمعيهم في الانتريه، او حتى على الركنة. المهم جمعيهم حواليكي. علمتهم ان البيت عبارة عن لمة، عن قعدة حلوة، عن لقمة حلوة. مش كل واحد قافل على نفسه، ولا كل واحد ماسك حاجة وشاغل نفسه عن التاني. لا، لازم كلنا نتجمع. بيبقوا قاعدين في أوضة واحدة وما بيكلموش بعض علشان في حاجات شغلاهم، في حاجات في ايديهم تانية ماسكينها، بس مش بيتكلموا كده مع بعض. لا، لازم كل وقت كده وكل شوية نحركهم. تعالوا اقعدوا معانا في البلكونة، تعالوا نخرج، تعالوا نقعد حتى على الانتريه قدام التلفزيون. المهم ما نسيبهمش زي ما هم عاوزين. انا واثقه ان المره اللي جايه هم اللي هيقولوا لي يلا ماما تعالي نقعد في البلكونه، او يلا ماما عايزين نخرج مع بعض. ويا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.